فعلا ممكن ناخد الاستقلال؟ في حالة واحدة بس، لو فضلت الثورة مستمرة وضغطنا على الإنجليز وتبقى مصر للمصريين، ونعمل دستور جديد يحدد العلاقة ما بين الملك والشعب، لأن الثورة مش ضد الإنجليز وبس. يا دكتور رشاد، يا دكتور رشاد، ده أنا اللي احنا نخرج من هنا بس. أنا تعبت قوي. 1 2 3 4 وش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ مجد الدين؟ حسين ابن الشيخ بكر. ايه الأخبار؟ طمني. أنت ما علمتش؟ عارف المرحوم سالم. لا، كمال المنصوري حصل له ايه؟ في المستشفى بين الحياة والموت. سالم راح وكمال بين الحياة والموت وانا محبوس، والانجليز مش هيمشوا، وحسين محبوس. متأثر بفترة دراستي في فرنسا وبالتفكير الليبرالي والديمقراطية والحرية والعدل بين الأمم، والحرب قامت لإرسال المبادئ دي. ما هم لما دخلوا مصر يا دكتور دخلوها بالحجة دي، حماية الأجانب من التعصب وإرساء مبادئ المدنية. وهو من سنة 1882 لغاية دلوقتي خدنا 40 وعد بخروجهم. المبادئ دي ليهم مش لينا، بدليل ويلسون اللي كان بينادي بالمساواة بين الشعوب وللأسف اعترف بالحماية على مصر وأنكرها على دول تانية. علشان كده لازم من أول البيت من جوه يتنفض، لازم يكون في حرية في الإبداع والتفكير، وبرلمان بيمثل الأمة، وطبعا ده واجب المثقفين مع كبار الأمة مع الوقت. كبار الأمة؟ قصدك حزب الأمة اللي معظم أعضاء وفد كانوا منه. لا يا ابن الباشا، دلوقتي في شعب وعمال وفلاحين، وهم دول اللي سفروا سعد، وهم اللي واقفين وراه. لو كلمة كبار الأمة دي مزعلاك نقول عليها الشعب. ما يمثلش الآمن غير الآمن اللي زيه، هو اللي حس بالظلم وبيفترق أصحاب مصانع. ايه رأيك في الاشتراكية؟ ايه رأيك في الثورة البلشفية؟ لما تتكلم مع أولاد الناس تتكلم عدل، وتقوم تقف وأنت بتتكلم معاهم. أنا هتكلم بالطريقة اللي تعجبني. لا أنت عايز تتقدم بجد؟ لا يا جماعة، ايه يا جماعة؟ يا سيد بركاتك لجلنا عايد هديت وأوراق الحياة ورجعنا للأشغال، ده الموظف منا مش حمل خناقة ولا شومة، لما يحمر عينه ولا يقوم له قومة، حط الله ما بيني وبيني غير حب الوطن يحكونا. انزل هلال يا سيد بركاتك لجلنا عايد، انزل هلال يا سيد بركاتك لجلنا عايد هديت وأوراق الحياة ورجعنا من الأشغال، هديت وأوراق الحياة ورجعنا من الأشغال، ده الموظف منا مش حملنا ولا شومة، لما يحمر عينه ولا يقوم له قومة. المهم أبويا عامل إيه دلوقتي؟ أبوك ربنا يصبره ويصبر سكينة الغلبانة. أخوك راح غدر. أنا تعبان قوي يا نينا، ومش قادر أستحمل أكتر من كده. معلش يا حبيبي هانت. وبعدين أقول لك إيه، ما هو برضه بره كله غم في غم. أنا سمعت طرطيش كلام كده إن هم ممكن يخرجونا قريب، مش يوافقوا بقى على الحماية ويخلصونا ويريحونا بقى. إيه ده؟ مش دي تاني أخت مراد؟ الله، ده جميل قوي يا أخت مراد الكلام ده. هو في إيه؟ بعدين أنت مالك؟ دول عاداتهم غير عاداتنا. الزيارة انتهت. شد حيلك يا حبيبي هانت، وخد بالك من صحتك. ادعي لي يا نينا والنبي، مش قادر استحمل اكتر من كده بجد.
الحمد لله على سلامتنا يا بطل. الله يسلمك يا دكتور رشاد. انا ما كنتش مصدق ان انا هخرج من هنا. ايه ده؟ حسن اخويا اهو. يا بطل الحمد لله على سلامتك يا بطل. وحشني قوي يا حسن. والله انت كمان. صحيح اعرفك، دكتور رشاد ابن توفيق باشا عبد العزيز. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مساك يا حبيبي. امي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي يا ابني وحشتني قوي. تعالى يا زمالة تعالى. ايه ده يا حسن؟ انا كنت فاكر ان هنا وابويا هيبقوا مستنيني. لا ما انا بصراحه ما رضيتش اقول لها، عايزين نعمل لها مفاجاه حلوه كده. هي ما تعرفش ان العفو الملكي نزل عشان رمضان. انت شايف اللي انا شايفه؟ دي لا تانية بنت الخياطه بنت كوهين. مش عارف الا لمها على الواد ده. على العموم هم مله واحده وانا ما بقتش استريح لهم. قال ايه؟ عاملين وطنيين. يا عم احنا مالنا، المهم بس ان انت جيت بالسلامه. يا حسن، انا اتعلمت شويه حاجات في المعتقل، حاجات لو قعدت 100 سنه في مدرسه الحقوق عمري ما هتعلمها. قد ايه الحريه نعمه يا حسن، قد ايه. الدنيا حلوه قوي يا واد يا حسن. كان معاك وطنيين كتير وطلبه هناك، انا عايزك تحكي لي على كل حاجه بالتفصيل. وبعدين انا عندي كلام كتير عاوز اقوله لك يا حسين. يا حسين لما كلمني وانا بكلمك. بعدين يا اخي، عايز اتنفس، الدنيا وحشاني قوي. واضح ان علاقتك كويسه بالدكتور رشاد. ها؟ ده راجل ارستقراطي عامل فيها سياسي. السفر اكل له عقله من الاخر كده. قاعد يكلمني بحاجه اسمها الحريه وحاجه اسمها الارستقراطيه، وهو مش عارف ان كل حاجه هترجع زي الاول تاني. ولا انت مش معاك؟ ايه اللي معاك؟ طبعا مش معاك، احنا لسه في بدايه الطريق. طريق ايه بس يا اخي؟ بلاش كلام المعتقلات اللي ولا هيودي ولا هيجيب ده. سيبك انت، ده عليه حته اخت. اختي انت تعرفها؟ هعرفها يا حسن. دي بقى يا واد يا حسين عروسه انما ايه؟ قص وفص وجمال ويا مسهل. مش عوايدك يعني تقعد في البيت؟ اصل في ضيوف مستنيينك. ايه ده؟ ضيوف مين؟ ضيوف اوضه الضيوف. انا يا نينا. حسين يا عينيا يا حسين، يا حبيب امك يا حبيب امك. وحشتني قوي يا حسين، وحشتني يا روح قلبي يا حبيبي. ازيك يا بكر؟ ازيك يا فاطمه؟ حسين ربنا يبارك فيك يا حبيبي. الباب في حياتك يابا. حالك قلبها اخوك راح يا حسين. الحمد لله. عامل يا شيخ بكر. يحسكوا دايما يا اهلا وسهلا. ياه اتمنى ده لا يعلى عليه. كل انت كنت محروم الا محروم. اسال مجرب يا اخي. حاسس بيك يا ابني. انا ايام السجن كنت بستنى يوم الزياره بفارغ الصبر عشان اكل اي حاجه. ايد نور الله يرحمها الف رحمه ونور عليها. ربنا يا رب ما يقطع لنا عاده ونفضل كده نتقابل كل سنه وما ينقص مننا حد ابدا. كل سنه وانتم بألف خير. طيب تسلم ايدك يا فاطمه. صراحه بقى اكلك يا فاطمه هانم ما يتعوضش حاجه قبها. يتعوض يا حبيبي. تقدر تجيب بناتي كل يوم يفطروا معانا عشان اطمن عليهم. طبعا يا فاطمه هانم. صليت المغرب يا كاظم؟ طبعا المغرب. صلي المغرب ركعه واحده. خد اشرب يا كاظم. اشرب بالراحه. هو كده طول عمره متصربع. عدت ولا هيشتريها؟ صليت المغرب انت كمان يا ابن اخويا يا كامل؟ يا عميد صليت طبعا. طب يا اخوانا الف هنا وشفا ليكم جميعا. واعذروني معلش انا مضطر استاذن. البيت بيتكم هنزنكم. اتفضل يا شيخ بكر. راح على فين الشيخ؟ لا اطمن على سكينه
والحق صلاة العيشة في الازهر. ما انا رحت لها لحد عندها واسترجيتها. معلش يا فاطمة، هي خلاص ما بتخرجش غير من قرافة. تزور الشيخ عبده وترجع. عارفة ربنا يكون في عونها وعونك. اخوانا صلاة العيشة يا جماعة في الازهر. حسن، حسين. حاضر حاضر، هنكمل الحلو ونحصلك. ماشي. ايه؟ هو على مشوار تاني؟ على فكرة الواد عوض النبي ومراد الاتنين اختفوا. صحابك عارف، نمتك قالت لي على فكرة انا مشاويري بقت انضف من كده بكتير. صحيح، سمعت يا كاظم؟ صلاة العشاء في الازهر. طبعا. حسن لا بابا يا ابني. طمني يا هاني، الحمد لله هيبقى كويس. حسن رد عليا يا حبيبي، رد عليا. معلش ما تقلقيش يا لينا، هو فاق من 5 دقايق. اصله نزف كتير. نزف؟ اتاري مشوا زي جوركم. ابني كان عامل ايه يا دكتور؟ ينفع كده يا فاطمه هاني، مش هينفع كده. حضرتك سيبيني استريح شويه. اتفضلي يا حضرتك، اتفضلي. تعالي يا فاطمه هاني، الدكتور طمنك اهو، يلا. ان شاء الله هيبقى كويس. بس يا فاطمه هاني، مش الدكتور طمنك عليه يا حبيبتي؟ طب يا فاطمه هاني، المرحله اللي هرجع المطلوب دلوقتي الراحه التامه والسويه، وارجع تاني ان شاء الله اطمن عليك. كان عندنا حضرتك. اتفضل. اظن بقى الدكتور طمنا اهو، يبقى ايه لازم بقى الزعل والعياط ده؟ هو حسن كده دايما متهور وتعب قلبي معاه. بس طيب قوي وحنين. يا حبيبي حسن يا لينا ده راجل وطن بجد. عشان كده ان شاء الله ربنا هيكرمه وهيقف معاه. انتوا اتقابلتوا قبل كده زهرة هانم؟ ياه، دي حكايه جميله قوي. ان شاء الله لما حسن يخف هنبقى نحكي لك عليها. ايه يا حب؟ في الحقني يا سليمان. الحمد لله ربنا ستر. هو حسن فين؟ امال ابويا فين؟ معقولة ما يجيش يشوفني؟ ابوك يا سيدي اصل ابوك عافيه شويه، فعشان كده ما رضيناش نقول له. انا هروح اشقر عليه يا ابني، لو لقيته بخير هجيبه يطمن عليك. الحمد لله على السلامة يا بطل، ربنا يحميك انت وامثالك. قول لي يا حسن، هو انت وزهرة تعرفوا بعض منين؟ ها يا استاذ حسن، ايه اخبارك دلوقتي؟ الحمد لله. لا صحيح يا زهرة هانم، هو انت واخويا حسن تعرفوا بعض منين؟ اولا يا استاذ حسين، فاطمه هانم ولينا معرفه من اجتماعات بيت الامه. فاتك كتير قوي يا حسين وانت في المعتقل. مصر كلها بسيداتها واطفالها خرجوا في المظاهرات. سمعت. اول مرة شفت زهرة كان في بيت ام خضرة، كانت بتجمع منشورات عشان تتوزع في مظاهرات السيدات. اول مرة؟ ده على كده كان في مرات تانية بقى. ايوه سي حسين اتفضل. ازيك يا خواجه كوهين؟ اهلا وسهلا يا سي حسين، اتفضل. اتفضل يا سي حسين، اتفضل. بقول لك ايه يا خواجه كوهين، انا هرجع افتح الوكاله من تاني، وعايزك كده تجيب لي او تحضر لي كشف العمال وكشف التجار وتكلمهم. مين اللي قال الكلام ده؟ الست فاطمه؟ لا انا خلاص كل حاجه بقت تحت اشرافي انا. حاضر يا سي حسين، هنفذك اللي انت عايزه.
طب كويس. سلام. احنا كده اتفقنا صح؟ ايوه اتفقنا يا سي حسين، بس انا برضه هقول للست فاطمه. برضه براحتك. سلام. اتفضل اتفضل. أنسة تانية. نعم. أنا عايز طلب. الطلبات. يعني لو تسمحي لي ممكن. لا أنا كنت مروح. سلام عليكم. إيه ده؟ أنت نازل الفجر كده ورايح على فين يا حسن؟ ما تيجي معايا؟ على فين؟ طبعا انت مش دريان. المحاكمة يا حسين، محاكمة دير مواس. رايح اقف جنب حسنين اخو المرحوم كمال صاحبك. ولا انت خلاص نسيته؟ لا نسيته ايه بس؟ اصل انا عندي اجتماع في سرايا الدكتور رشاد. بيعمل اجتماعات عنده ولازم شوية ولاد كده ذوات يعني. قال ايه؟ عايز يعملوا حزب عن الحرية والابداع وحرية الثقافة. مثقفين بقى. بس ايه يا حسن؟ نص كلامهم بالفرنساوي. طبعا انت بتسايرهم. عارف اللي بيسايرهم صح مين؟ الباشا ابو الدكتور رشاد. واعر قوي. حاسس ان سعد باشا زغلول راجع الوزاره تاني ومعمول له 1000 حساب. شكله كده هينضم للوفد. اسلوبه اتغير عن الاول خالص. وانت كنت تعرفه؟ ايام الشقاوه كان من زمان كاظم في الشرب والبوكر كده. بس عارف يا حسن، اللي هيلعبها صح انا. هبقى باشا من بتوع الوفد. باشا جديد. انا كده ابتديت افهمك. حسن تبقى سلم لي على حسنين. حاضر يا حسين، هوصل له السلام. في الحقيقة يا جماعة أنا شايف إن بعد توقيع معاهدة فرساي القضية خلاص انتهت. خلاص وصلنا لطريق مسدود. لا طبعا لسه في امل، ولسه سعد باشا هناك. بس المعاهدة أقرت الحماية بموافقة جميع الدول. واضح انهم راجعين باسلوب جديد خالص. اولا افرجوا عن الشيخ ابو العينين والشيخ مصطفى العيادي، وافرجوا عن القمص مرقس ساجيوس، بالاضافه لعدد كبير جدا من المعتقلين، ده غير انهم الغوا الرقابه على الصحف. لا يا جماعه، ده الغاء سوري. انا بكتب وعارف الرقابه موجوده فعلا. دول كمان ارسلوا مذكره لجميع الصحف طالبين فيها منع نشر اي مقالات ثوريه او تحريضيه. ده غير ان الاحكام العرفيه لا زال معمول بيها. يا خساره يا خساره اعتقالنا وبهدلتنا في السجون. بس عارفين يا جماعه، احنا هنا معانا مثل كبير قوي. كاظم بيه جوز بنت اخويا الكبير الله يرحمه، كان تلميذ من تلامذه مصطفى كامل، وليه رحله كفاح رهيبه قوي اثرت فيا جدا. احكي لهم يا كاظم عملت ايه؟ يا جماعة في الحقيقة أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي، بس أنا قفلت مصنعي ووقفت مع العمال في إضرابهم. حقيقة الإنجليز أهانوني بشدة، اتعرضت لضرب مبرح منهم، ودخلت الاسبيتاليا وقعدت يومين كاملين. وطني فعلا. المهم احنا عايزين نتكلم دلوقتي في موضوع تشكيل الحزب. ايوه الموضوع ده حلو قوي. حزب يا جدع، احنا ما اتفقناش على كده. اسكت دلوقتي. احنا هنكون حزب ديمقراطي وهننشر برنامج الحزب في جريدة النظام. طب ايه اهم اهداف الحزب الاقتصادية؟ اهمها تنقية الطبقات العاملة ماديا وادبيا وانماء ثروات البلاد. وموقف الحزب من الوفد؟ اعتقد ان مطالب حزبنا السياسية بتتفق مع مطالب حزب الوفد السياسية، يعني مفيش خلاف. يا جماعة الكلام في الموضوع دوت سابق لأوانه. لا، ولازم كلنا نوحد جهودنا تحت راية واحدة. لو سعد باشا زغلول رجع لازم نلاقينا كلنا ماشيين تحت رايته، والاختلاف في الآراء مطلوب لتحديد هدف واحد. تمام. الاختلاف في الآراء مطلوب عشان نحدد هدف واحد. يا جماعة احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. اذا ما كناش احنا اللي نقف مع عمال مصر، مين اللي هيقف معاهم؟
احنا لازم نتحد على قلب راجل واحد، هدف واحد، ايدينا في ايدين بعض مع عمال مصر. على فكره اللجنه كلها مجتمعه النهارده في الموتيل، وفي عرض كويس قوي اللي هيتعامل معاهم، وعلى فكره من الاخر كده انا وانت بالظبط طلبهم. يا عم انت مصر كلها مقاطعه اللجنه. مصر ايه يا كاظم؟ انت عبيط ولا ايه؟ في ناس هتروح تنول الرضا وهتقدم خدمات. اطلع على الموتيل يا ابني. على فين؟ ايه؟ على الموتيل، انت ما سمعتش؟ مش طالع. مش طالع؟ ده باين عليهم بتوع اللجنه الوطنيه اللي عاملين لي فيها بتوع لجنه ميلنر والكلام الفارغ ده. انزلوا انزلوا. ايه ده؟ يا عم يلا يا عم، ده باين عليك هتقولنا. انزل يا اخويا. صباح الخير يا نينا. صباح النور. ها ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ انا مستني بس حسن يرجع وهيبقى ليا كلام تاني مع ابويا. ايه ده؟ هو حسن ما باتش في البيت امبارح؟ حسن بيذاكر عند جماعه اصحابه وبات عندهم. المهم يا نينا، والله العظيم 3 لو ابويا ما طلق البت دي لاتبعها. انت تسكت خالص، ما تتكلمش ولا كلمه. الموضوع ده ما يتفتحش في بيتي نهائي، انت فاهم ولا لا؟ اصل يا نينا لا اصل ولا فصل، هي كلمه ما تستناش. انا لما بسالك ما بسالكش عن الموضوع ده، بسالك عن الوكاله. هيفضل حن واقف كده؟ الوكاله لازم تتفتح، تروح لكوهين وتلموا العمال وتلفوا على التجار. كفايه عطله بقى. ونصيبي. شرع الله يا حسين، المرحوم جعفر ابني كان وارث الوكاله دي عن ابوه. بس انا وحسن اخويا لينا فيه. المرحوم جعفر ما كانش عنده غير بنات. ايه؟ ده غير نصيبك. عايز تورثني بالحياه يا حسين؟ لا 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 يا نينا، طبعا مش قصدي الكلام ده. ازاي؟ انا قصدي المرحوم جعفر عنده بنات ومحتاج اللي يرعى نصيبهم ويفتح الوكاله. ده اللي انا قصدي عليه. قصدك انا عارفاه كويس قوي. يو يا نينا، هو محدش يعرف يتكلم معاكي كلمتين. سامحني سامحني يابا، ارجوك تسامحني. اللي بيسامح ربنا يا ابني. خد يا حسن، خليك جوه اوضتك. يا سلام يا مراد، البنت اللي احنا شفناها حلوه قوي. هي اسمها ايه؟ احنا وصلنا، روح بقى. يا ساتر يا ساتر يا مراد، مش عايز اروح يا اخي، هنروح اي حته. روح يا حبيبي، ما ينفعش. يلا بيتك بيتك، يلا على مهلك. ها اوعى تقع يا حبيبي. حاضر حاضر. مراد هي اسمها ايه؟ هي مين؟ البنت اللي احنا شفناها انت قلت لي اسمها ايه؟ مش عارف يا حبيبي. روح حسين. ها خد يا حبيبي طربوشه، اطلع بقى يلا.
يا افندي؟ كنت بذاكر عند كمال. بتكذب. سيبتني يا بهوة، ابني ما يتولدش. بيتي انا يتدنس يا سافل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. يا رب يا رب وفقنا. اتفضل. تعالي يا روح تعالي. الفطار يا سي حسن. شكرا. والنبي يا سي حسن صحي سي حسين، لحسن سيدي بكر قاعد بره وشكله مستنيه يروح المدرسة. متقلقيش انتي، اطلعي بس يلا. حاضر. يا حسين اصحى يلا. اصحى ابوك الشيخ بكر بره يلا. يلا يا ابني عايزك تروح المدرسه. اصحى اصحى. انا عايز افهم هو عايز مني ايه دلوقتي. انا مش عايز ادخل مدرسه الحقوق، انا هبقى تاجر وافتح الوكاله. وكاله؟ طيب روح انت قول له بقى الكلام ده. انت بتقول فيها؟ انا هقول له. عارف يا بكر، انا ما نمتش طول الليل وقاعده افكر. لقيت ان احسن حل ان اجوز الواد حسين ده واقعده معايا هنا ويبقى تحت عيني. ولقيت العروسه بنت نعمه هانم غالب عضوه معايا في الجمعيه، وهو نفتح الوكاله انا وهو. مفيش فايدة، مفيش فايدة فيك يا فاطمة. زي ما يكون الولاد دول ولادك انت لوحدك. انت طول عمرك كده عايزة تديري الكون ده كله على مزاجك، تدخليهم انت المدارس وانت اللي تجوزيهم، وناسية ان انا كمان ابقى ابوهم، زي ما انت ناسية برضو كده ان انا ابقى جوزك. ليه يا فاطمة؟ ليه؟ يعني انا برضو الغلطانه وانت اللي صح؟ الله يسامحك. يعني لو ما كنتش مسكت الوكاله ما كنتش اتجوزت عليا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي انت ماسكه ده؟ ورايح فين؟ علم يا نينا. انا هقول لهم في مدرسه الحقوق في مظاهره عشان اعتقلوا سعد باشا الزغلول واللي معاه، والاستاذ هيتصدر فيها وهيرفع العلم. يا مصيبتي. طب لو الانجليز ضربوا عليكوا نار ابقى افرح بشبابك انا بقى؟ يا ابني حرام عليك، حرام عليك، ما توجعش قلبي. عشان خاطري ربنا يهديك، اقعد في البيت وابعت العلم ده لاي حد يرفعه بدالك. معقوله يا نينا انت اللي بتقولي الكلام ده؟ اوه ام الشهيد مرحوم جعفر، وبعدين اللي هيسري على الكل هيسري علينا. يا نينا دي مظاهره سلميه، يعني ما فيش منها قلق. حسن خد العلم واتكل على الله، ربنا معاك يا ابني. جرايه يا بكر، يعني هان عليك ابنك ولا ايه؟ وهو زمايله اللي طالعين دول كانوا هانوا على اهاليهم؟ اتكل على الله يا ابني، اتكل على الله. ربنا يخليك يا ابويا. حسن خد بالك من روحك يا ابني. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعي لي يا امي. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا سعادتك بقى قاعد لي هنا في البيت. انا لا، انا هخرج، هقعد اعمل ايه؟ هروح المدرسه. فرحة ابوك بيك. لا دي ندالة، ده برضه اخوك حسين. لا دي فرصة، ومن حق كل انسان انه يستغل الفرصة، واللي ما يستغلش الفرصة ربنا يحاسبه. ولا ضرر ولا ضرار. ايه؟ بتقول ايه؟ الكلام ده حصل من امتى؟ من حوالي اسبوع او اكتر يا باشا. بس ده اخوك. اخويا يا باشا، بس بصراحة يا باشا انا خايف على مصلحتك. لو البوليس السياسي عرف مش هتبقى حلوة في حقك قصاد السرايا والانجليز. بصراحة يا باشا انا بعتبر نفسي من اتباعك. هو مشهد اللي هيجيب لي الكافية، وقال دكتور متعلم. حقك يا باشا تعمل اللي انت عايزه، بس انا ليا طلب عندك يا فندم. ده اخويا برضه يا باشا، يعني مشي لي هدوم السرايا عن اذنك يا باشا. انا شاكر ليك اخلاصك يا حسين، بس في سؤال محيرني.
ايه يا باشا؟ ايه علاقة اخوك حسن بسرايتي والدكتور رشاد؟ بصراحة يا باشا الله اعلم. انا باين عليا اتضايقت في الشرب قوي. تعرفي انا شايفك شعرك اصفر ولابسه حته فستان ازرق يجنن واسمك مارجريت. ايه ده؟ انا باين عليها سكرت ولا ايه؟ انت شايف اللي انا شايفه؟ نعم يا حبيبي. لا ولا حاجة. صب لا كده انا شامم ريحة الست فاطمة في الموضوع. كاسك يا حبيبي. لا خليهولك انا لازم اتدرس سعادي. انت مين يا هلا؟ انت مين؟ غريب وجاي الم شرفي وشرفي هنا في البيت. انت ايوه يا معلم انور، ده خرافه اللي اتدفشت من هنا. اتدفشت؟ راحت فين؟ تبقى روح دور بقى على شرفك في حته تانيه. وشرفك بتصار. اهدى هتجيب. اهدى بس اهدى. تعالى معايا انا افهمك. انت كنت فين؟ كنت اصل ان انا تعبان وعايز انام. تصبح على خير. روح يا اخويا نام. كل ما اقول هيتصلح حاله مفيش فايدة. حسن السلام عليكم. ايه يا حسن اللي جايبك في الفصل الليالي كده؟ بصراحة يا لينا ما كانش ينفع اقعد واتقل عليهم اكتر من كده. يعني هيتفاجئوا بيك الصبح انك مش موجود؟ طب قولي لي يا لينا يعني كنت اعمل ايه؟ الباشا عارف. هو مين في مصلحته يبلغ الباشا يعني؟ واحد خسيس وجبان والجبنة كتير. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا نينا ما تحاسبنيش على حد بس. وانت مالك محموق عليه كده؟ انت تعرفه؟ اديني بحاسبن وخلاص. اعرف مين يا نينا؟ ده انسان حقير واكيد هنعرفه. اكيد. روح يا حبيبي ريح. تعالى يا حسن تعالى. انا اسف جدا يا فاطمه هانم على اللي حصل. والله يا فاطمه هانم انا مش عارفه اودي وشي منك فين. اللي حصل ده ملكوش يد فيه. اللي حصل ده غدر وشاية من انسان جبان. وبعدين يا نعمة هانم هو اللي بينا محتاج اعتذارات. ده احنا بقينا اهل وعيله واحده يا دكتور. طب ده حسن ده نسمة يا فاطمه هانم. حسن ده انا دلوقتي بعتبره زي رشاد وزهره. ربنا يديم المحبة بين الناس. والله يا نعمة هانم انت ما تعرفي معزتك عندي قد ايه. وزهرة كمان جدعة بتفكرني بنفسي في حاجات كتير. انت عارف يا دكتور انا بعتبر نفسي برضه تلميذك. ده احنا بينا عيش وملح ولا كتير في المعتقل. مش كده برضه يا دكتور ولا ايه؟ طبعا. ممكن اسلم على حسن يا فاطمه هانم؟ طبعا اتفضل معايا حسين. اتفضل يا دكتور اتفضل. شكرا. اهلا وسهلا شرفتونا. متشكره قوي يا فاطمه هانم. تعالى يا دكتور تعالى اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي ما انت. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. معقول اللي انت عملته ده يا حسن؟ طب كنت تستنى للصبح. على العموم انا بعتذر لك يا دكتور. انا برضو تقلت عليك وقعدت كتير. عيب الكلام ده يا ابو علي. ده احنا ما لحقناش نقعد مع بعض. على العموم ان شاء الله احنا لينا قعدات ومناقشات كتير قوي. بس انت تقوم بالسلامه. يا دكتور ضروري ان شاء الله هيقوم بالسلامه. بس انا ملاحظ حاجه غريبه يا دكتور ان في اختلاف في وجهات النظر بينك وبين حسن اخويا في الوقت اللي انا متفق فيه معاك تماما قلبا وقالبا. بصراحه انا وحسن متفقين.
انا مش شايف كده خالص.